لحد امتى هنفضلوا نقولوا كور سهله وما جاتش جوان في كاس العالم بالذات؟ يعني مره ريال مدريد ماتش البايرن ما كناش عاملين هجمات كتير، مره ماتش بالمدرس، مره ماتش فلومينسي، مره. لحد امتى هنفضلوا نقولوا اللي احنا كور سهله وما جاتش جوان؟ ليه اللعيبه بتنزل مضغوطه في ضد الفرق الكبيره كده؟ اه يا عم بلعب ضد ميسي ولاعيبه كبيره زي ما انت بتقول، بس انت لازم كلاعب كبير جايب مبلغ محترم من النادي الاهلي يدفعه لك، المفروض اللي انت تراعي ربنا واللي انت تركز. الشناوي كل يوم بيثبت اللي هو حارس كبير جدا جدا جدا. الشناوي من احسن حراس جت في تاريخ مصر والنادي الاهلي. الشناوي النهارده في او اخر 5 دقايق شايل فوق ال6 فرص. عارف يعني ايه شايل فوق ال6 فرص؟ يعني اي فرصه فيهم كانت جت جون كانت نهت الماتش. احنا بدينا كويس، ضغطنا انتر ميامي، جبنا هجمه في الثانيه، امام عاشور اتصاب، الف سلام عليك يا امام، نزل مكانه زيزو جاب بلانتي، البلانتي المفروض زيزو يشوطه، فتريزيجيه اخذ اللقطه منه، وسام بيتحايل عليه، زيزو بيتحايل عليه. ده مش منظر اللي احنا نشوفه عندنا في النادي الاهلي. انت بلانتي المفروض المدرب يكون محددها 1 2 3. المدرب طالما هو محدد يبقى المفروض محدش يتدخل. قال زيزو الاول يبقى زيزو الاول، تريزيجيه الاول يبقى تريزيجيه الاول، وسام الاول يبقى وسام الاول. احنا ضيعنا البلانتي، رجعنا احسن، جبنا هجمات اخطر، وكنا اخطر انتر ميامي في الشوط الاول بنسبه مليون في الميه. احنا الافضل في الماتش، الناس كلها جالها شعور ان احنا خلاص كسبنا الماتش. ده انا اول لما ضيعنا في الشوط الاولاني قلت ان احنا خسرنا. ربنا كرمنا بدأنا الشوط الثاني، وفرص برضو احنا ضيعنا وهم ضيعوا. الشناوي تألق، الشناوي تألق، الشناوي تألق، الله اكبر عليك يا شناوي. المفروض كان دور كابتن عماد النحاس يقول للمدرب الجديد اللي لسه مش عارف اللعيبه، اللي حسين الشحات بقاله كذا ماتش بره المستوى، يبقى مين اللي ينزل مكانه؟ اشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي لو كان نزل مكان امام عاشور في الاول كان هيأدي حلو. لو كان نزل مكان زيزو لما كان طلعه لما طلع زيزو وكان نزل بن شرقي كان هيبقى افضل. لو كان نزل مكان طاهر كان هيبقى افضل. لو كان نزل مكان حسين الشحات كان هيبقى افضل. بن شرقي لا غنى عنه بالظبط، وبن شرقي كان قدام كان هيفيدك اكتر. يعني انت لو في الضغطه دي كلها وكنت نزلت بن شرقي كان ممكن يخلص لك ماتش عدى الحمد لله تعادل بطعم الهزيمه من انتر ميامي بكادة ميسي. تخيل اللي انا بقول، تعادل بطعم الهزيمه من انتر ميامي بكادة ميسي. زي ضد بالميراس اجمد من انتر ميامي 3 4 مرات. يعني بالميراس لو جالها فرص اللي جت لانتر ميامي هتخلص في 3 فيهم على الاقل. انت لو انت ضيعت قدام بالميراس الكور دي هنرجع نردمه تاني زي بالميراس وفلومنسي. انت لو تفتكر كنت كسبت، كنت وصلت نهائي كاس عالم ضد باتشوكا، ضد الكلام ده كله. من اللعيبه دي يكون قدامها فيديوهات من الكلام ده كله، لازم تكون حاسه بالمسؤوليه. ماتش بالميراس هيحدد لنا اللي احنا هنصعد ولا مش هنصعد. مفيش حاجه اسمها لو خسرنا نكسب اللي بعده، انسى خالص. انسى موضوع ان انت تكسب بورتو دي خالص في الاخر، يعني لازم دي تكون ممحيه من الدماغ.